مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. حاكم إقليم القاشبركة يبحث مع المزارعين سبل تطوير البساتين. إجراء عمليات جراحة العيون في مدينة كرم. وزارة الزراعة تنظم لقاء مع مزارعي مديرية دباروا بمناسبة يوم المزارع. نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. اتفاق بين تركيا وصربيا على التعاون في تطوير الصناعات الدفاعية. وشركة بوينغ تعتزم تسريح 17,000 موظف وتأجيل تسليم طائرات. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. التقى حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي في 6 أكتوبر بمزارعي مديرية فورت الساوا بعد أن أجرى جولة على المزارع والبساتين، خاصة تلك التي بالقرب من وادي الساوا، للتشاور حول الإجراءات الأساسية التي يجب عليهم إجراؤها. كما استمع إلى طلبات المزارعين، مؤكدا استمرار مثل هذه الجولات واللقاءات لتنمية البساتين وضمان الاستفادة من الأراضي الزراعية بزيادة الإنتاجية. وأوضح المزارعون أن عدم توفر المتطلبات الزراعية الأساسية وعدم توازن أسعار الأسواق تؤثر على الإنتاجية بصورة ضارة، مؤكدين على أن تضافر جهود خبراء الزراعة والإدارات المختصة بالمناطق الزراعية مكنتهم من إنتاج البصل والفلفل الأخضر والطاف بكميات كبيرة. وأوصى السفير محمود علي حروي في ختام اللقاء المزارعين على استعمال الأسمدة الطبيعية، مؤكدا استمرار جهود إدارة الإقليم لإيجاد حلول للتحديات التي تواجههم. جرت في مستشفى كرن عمليات جراحة العيون من الأول وحتى 10 أكتوبر ل 252 مواطنا من مديريات كرن وعلى برعد وحقات وقلب وأصماط. وأوضح مسؤول قسم طب العيون في المستشفى السيد كحساي سيوم أن جراحة العيون جرت للمرضى المقيمين في المناطق البعيدة. وقال أن زرقة العين تؤدي إلى العمى ما لم يتم إزالتها سريعا، داعيا المواطنين وخاصة ما فوق 40 عاما للقيام بفحص دوري. نظمت وزارة الزراعة لقاء مع مزارعو مديرية دباروا في 9 أكتوبر الجاري بمناسبة يوم المزارع. أفادت مسؤولة تنمية البذور بوزارة الزراعة السيدة جنات قرزقهير أن الوزارة تعمل على توزيع بذور الذرة الشامية المختارة، والتي أجريت عليها الأبحاث في مركز الأبحاث الزراعية بحلحلة منذ العام 2022، ودربت في الإقليم الأوسط والجنوبي للتأكد من إنتاجية الصنف الذي تمت تسميته بحلحلة واحد، والتي وصلت إلى 60 كنتال وأكثر من كل هكتار. وأوضح خبير تنمية البقوليات بالإقليم الجنوبي السيد كفل مريم عن برهان أن التجارب التي أجريت باختيار 20 مزارعا من مديريات ابن حيلي ومندفرة ودباروا أظهرت نتائج إيجابية. وأوصى مدير مديرية دباروا السيد فرينجيل تخلا هيمانوت المزارعين لاتباع الإرشادات التي تقدم لهم من قبل الخبراء للاستفادة من أساليب وطرق الزراعة الحديثة نظرا إلى مدى فعاليتها في الإنتاجية. ناشد مكتب جمعية المعلمين في اللقاء الذي عقد في مدينة بارونتو بحضور ممثلو الدوائر الحكومية المعنية في 6 أكتوبر إلى تعزيز دور المعلمين لتقوية العملية التعليمية. وأوصى مسؤول مكتب الجمعية الأستاذ سفال الدزر مريم إلى تنظيم دورات تأهيلية للمعلمين في إطار رفع إمكانياتهم المهنية لإنتاج طالب متفوق وذات مستوى أكاديمي عالي. وأوضح مسؤول مكتب التعليم بالإقليم الأستاذ محمد علي إبراهيم أهمية دور المعلم المتفاني كونه أساس تشكيل مستقبل فرص الأطفال والوطن على حد سواء. وأضاف سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بإقليم القاشبركة السفير محمود علي الجبرة ومدير عام قسم الخدمات الاجتماعية بالإقليم السيد فرانكو كوبابا على ضرورة اجتهاد المعلمين في تقوية إمكانياتهم بتذكر المسؤولية الأدبية التي يتحملونها. وشمل البرنامج الذي نظم بذكرى يوم المعلم العالمي منافسات المعلومات العامة بالإضافة إلى عروض ثقافية ذات صلة بالمناسبة. أعقد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيمينارا في 10 أكتوبر للشباب العامل في قندع حول دور الشباب في التصدي والتنمية. أوضح مسؤول مفرع الاتحاد في مصوى السيد داوود تخلوم أن الاتحاد يعمل مع شركاء العمل من الحكومة والجبهة وكذلك أولياء الأمور من أجل رفع مستوى الوعي بشكل مستمر لتوعية وتنظيم وتسليح الشباب
من جانبه أوضح مسؤول فرع الاتحاد في مديرية قندع السيد صلاح الدين علي أن برامج رفع الوعي السياسي ومشاركة الشباب لا تزال مستمرة. وحث المدير التنفيذي لإدارة مديرية قندع السيد يحيش قبر سلاسي الاتحاد على تعزيز حملته التي تركز على الشباب بطريقة منسقة ومتكاملة، لأنها لا يمكن أن تنجح دون المشاركة النشطة من الهيئات الحكومية والجبهة والمجتمع. نظمت الجمعية الوطنية للإعاقات العقلية وتخلف النمو فرع الإقليم الأوسط دورة تدريبية بالتعاون مع فرع وزارة الصحة للآباء ومقدمي الرعاية للأطفال الذين يعانون من الإعاقة من 16 مديرية. وقال مسؤول فرع الجمعية السيد ياسين أحمد أن التدريب الذي جرى في الفترة من 16 من سبتمبر وحتى 11 من أكتوبر في مديريات بريخ وقال نفعي وسرجقة سيساعد الآباء ومقدمي الرعاية على رعاية أطفالهم بطريقة علمية. ركز التدريب على وسائل التغذية والتمارين الرياضية واللبس والنظافة واستخدام دورات المياه واللعب والسلامة والوقاية من الأمراض المعدية. وحث مسؤول وحدة المعلومات والتوعية بوزارة الصحة السيد هابتي قبر مسغل حث الآباء على توفير الرعاية المناسبة لأطفالهم المعاقين وتنوير أولياء الأمور الآخرين الذين لم يحصلوا على فرص التدريب المماثل. وتم في ختام التدريب توزيع الكتب المرجعية لمساعدتهم في رعاية أطفالهم ومشاركتها مع أولياء الأمور. فاز الفريق الوطني لسباق الدراجات الهوائية اليوم ب3 ميداليات في منافسات فئة المحترفين وفئة ما دون 23 للإناث اليوم في السباق الذي جرى بمدينة الدوريت الكينية. فازت في هذا السباق الذي طال 104.4 كيلومتر من فئة المحترفات لاعبة فريق وورلد تور الدراجة الجنوب إفريقية شليغي مولمان تلتها الدراجة الإريترية أديام داويد حاصلة على الميدالية الفضية بتسجيل 200 نقطة باليو سي، أي تبعتها زميلتها سوزان في السحية بالمرتبة السادسة بتسجيل 90 نقطة يو سي اي، والأريترية ميلان يافيت ثامنة بتسجيل 70 نقطة يو سي اي، كونهم من العشر الأوائل مما مكن إريتريا من تسجيل 360 نقطة يو سي اي. وفازت الإريتريتان أديام داويد باللقب الأول لتحصل على الميدالية الذهبية، وسوزانا في السهية بالمرتبة الثالثة لتحصل على الميدالية البرونزية في فئة ما دون 23 عاما. يتفوق الفريق الوطني الإريتري للدراجات الهوائية في منافسات الدوري الإفريقي لهذا العام بالحصول على 14 ميدالية 6 منها ذهبية على منافسيه من الدول المشاركة. سيختتم دوري الدراجات الإفريقية يوم غد الأحد الموافق 13 من أكتوبر بسباق الطرق للذكور بتغطية 145.4 كيلومتر. يتوقع تسجيل الدراج الإريتري لاعب فريق ستان الكازاخستاني الدراج هينوك ملو برهان والفائز بهذه البطولة لمرتين الثلاثية قدم. كما جذب اهتمام الصحافة الحضور الواسع للمشجعين الإريتريين الحاضرين من مقيمي كينيا ويوغندا. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. أعلنت حكومة نيكاراغوا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل ردا على الإبادة الجماعية الوحشية التي تواصل حكومتها ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني. وقالت حكومة نيكاراغوا في بيان أن قطع العلاقات جاء بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن الصراع يمتد الآن أيضا ضد لبنان ويهدد بشكل خطير سوريا واليمن وإيران. وكان الكونغرس في نيكاراغوا قد مرر قرارا يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تتزامن مع الذكرى السنوية للحرب الإسرائيلية على غزة. يشار إلى أنه في عام 2017 أعادت نيكاراغوا وإسرائيل العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد أن قطعها أورتيغا عام 2010. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قرار بلاده للتعاون مع صربيا في تطوير الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن العلاقات التركية الصربية تعيش عصرها الذهبي. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلغراد أن استثمارات تركيا في صربيا زادت من $1 مليون إلى 405 ملايين دولار خلال 12 عاما الماضية، موضحا أن حجم التجارة بين الجانبين تجاوز $2 مليار لعامين متتاليين. ولفت الرئيس التركي الذي وصل إلى صربيا في زيارة رسمية هي الثانية من نوعها خلال عامين إلى توقيع 11 اتفاقية خلال الزيارة من شأنها تعزيز أسس العلاقات بين البلدين. وأوضح أن أنقرة وبلغراد قررتا تطوير صناعاتهما الدفاعية بصورة مشتركة، قائلا يتعين على تركيا وصربيا اتخاذ خطوة معا، وهذه الخطوة هي تشكيل صناعة دفاعية فيما بيننا لضمان الحفاظ على السلام. تعتزم شركة بوين الأمريكية لصناعة الطائرات تسريح عدد كبير من الموظفين عالميا.
وكشف كيلي أورتبريج الرئيس التنفيذي لبوينغ أن الشركة والتي عانت من مشكلات عديدة خلال العام الجاري تتعلق بالجودة والسلامة تعتزم تسريح 17 ألف موظف أو ما يعادل 10% من قوتها العاملة عالميا، وتأجيل تسليم أول طائراتها من طراز 7770 إكس لمدة عام. وأضاف أن بوينغ تتوقع خسائر جديدة كبيرة في أنشطة الصناعات الدفاعية التابعة لها وسط إضراب استمر شهرا ويؤثر سلبا على مالية الشركة. وقال في رسالة إلى الموظفين أنه يتعين على بوينغ إعادة ضبط مستويات قوتها العاملة لتتوافق مع واقعها المالي بعد أن أدى إضراب لنحو 30 ألف عامل بمنطقة الساحل الغربي في الولايات المتحدة إلى توقف إنتاج طائرات. في الخبر الأخير ارتفعت حصيلة القتلى جراء الإعصار ميلتون إلى 16 قتيلا على الأقل في فلوريدا، وفي الوقت الذي بدأ فيه السكان بالعودة إلى منازلهم وسط استمرار انقطاع الكهرباء عن الملايين. وقدر الرئيس الأمريكي جو بايدن قيمة الخسائر الجسيمة التي خلفها الإعصار ب50 مليار دولار، في حين كانت الزوابع وليس مياه الفيضانات وراء العديد من الوفيات الناجمة عن العاصفة. وفيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ وإزالة الركام، حض بايدن السكان على عدم مغادرة منازلهم حتى يتم إزالة خطوط الكهرباء والحطام المتناثر. وضرب ميلتون سواحل ولاية فلوريدا كعاصفة من الفئة الثالثة، مما تسبب بتدمير مناطق كانت لا تزال تعاني آثار الإعصار هيلين التي سبقها بأسبوعين وأسفر عن مقتل 237 شخصا في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. حاكم إقليم القشبركة يبحث مع المزارعين سبل تطوير البساتين. تجرى عمليات جراحة العيون في مدينة كارل. وزارة الزراعة تنظم لقاء مع مزارعي مديرية دباربا بمناسبة يوم المزارع. نيكاراغوا تقطع علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل. اتفاق بين تركيا وصربيا على التعاون في تطوير الصناعات الدفاعية. وشركة بوينغ تعتزم تسريح 17 ألف موظف وتأجيل تسليم الطائرات. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة.